ياسر يمني الجنسية يعمل في السعودية منذ 10 سنوات. وصله نبأ وفاة والده في اليمن ليتفاجأ بوقفة كريمة من كفيله الذي يعتبره ابنا من أبنائه وإقامته عزاء والده في منزله الخاص. صار لي 10 سنوات على كفالة أبو زيدان، والرجال عاملني كني واحد من أولاده يشهد الله. تلقينا خبر الوالد قبل أمس الصباح، وتجمعنا حنا والربع وقالوا لازم نستأجر استراحة عشان نسوي عزاء حنا وربعنا اللي هنا اليمنيين. فكلمت أبو زيدان قلت له تراني بروح الوالد توفى. قال كيف الكلام هذا ياسر؟ جالس تحت خدمتك تروح تاخذ استراحة؟ وحلف قال ما تاخذ استراحة نهائيا، وبيتي هو استراحتكم وهو مكان عزاكم وهو مغر لكم. أنا فاتح البيت هذا للأفراح وللأحزان، والحمد لله الأمور طيبة، وحنا بدولة يعني إسلامية تحثنا على الشيء هذا. ما يصير إني أخليك تروح تأجر استراحة، يعني أنت مثل أولادي ومثل عيالي تروح تأجر استراحة وبيتي مفتوح لك هذا، وخل جماعتك وخل ربعك يجون كلهم ونستقبل العزاء لمدة 3 أيام. جسد فهد الشمري أروع صور مكارم الأخلاق التي عرف بها المجتمع السعودي، فالوفاء لا يستغرب من أهله.